معانا النهاردة إبراهيم الطحان Managing Director شركة شيفيلد، وهي من أكبر وأشهر الهوم وير براندز المصرية. هيحكي لنا عن تجربة ما اتكلمناش عنها قبل كده السيزون ده، وهي الفاميلي بيزنس. هنعرف منه إزاي قدر يطور البيزنس مع تغيير الزمن، وإيه الفرص والتحديات اللي قابلته في رحلته. هاي إبراهيم، إزيك؟ هاي يارا، ازيك؟ Welcome to the Value Office. اهلا. ما تحكي لنا عن الجيرني بتاعة شيفيلد وإيه الهيستوري بتاعتها؟ We were established in 1987. احنا بدأنا كانت فيرست جنريشن، هي والدي وإمامي بدأوا في بوان ستور في بورسعيد. كانوا بيبيعوا إيه في كانوا الستور؟ بيبيعوا only silverware made in England. And then مع تطور الزمن وكده it became like a department store. It collects several brands. فبدأوا يشتغلوا أكتر في الحاجات اللي علاقة بالتيبل وير، بالكاتلري، بالبورسلين، بالدينر سيتس. بعد كده دخلوا يشتغلوا في الهوم اكسسوارز، في الكريستال والحاجات اللي علاقة بالليموج، بالحاجات اللي هي سيراميك ديكوريتد. But it was all يعني classical stuff. أوكي. بدأت الشركة تتوسع، بدأوا في محلين في القاهرة and then now we became around 16 stores around Egypt. عندنا في اسكندرية، في طنطا، في المنصورة، في القاهرة عندنا حوالي almost 8 stores. amazing. طب احنا عايزين نعرف اكتر عن الجيرني بتاعتك، بس هنعملها في صورة جيمز احنا مجهزينها هنلعبها مع بعض. اوكي، Ready؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا نلعب. Go ahead. Okay. Question 13. بقى في طفرة جامدة في الهوم وير اندستري، ده أثر عليكم ازاي وإيه اللي عملتوه to maintain your market position؟ الطفرة دي جت في آخر 5 سنين تقريبا بسبب التكنولوجي وبسبب الاي كوميرس. ان الناس كتير قوي بقت تخش فكره الهوم وير بسبب ان اللي بيصنع حاجات مثلا هاند كرافتد في مصر، اللي بياخد حاجات فكره الماركت بليس عامه وانتروديوس في مصر، فدي زودت اكتر من الناس من الكومبيتيشن بتاعتنا. يعني برضه عشان خاطر الطفره دي احنا عملنا براند جديد اسمه سينزو، كله برودكشن ان ايجيبت، من اطباق وي انتروديوس التكستايلز. مثلا عمرنا كنا بنشتغل في الفوط والحاجات دي، ودي فعملنا حاجات انتوا you own the production بتاعتها. yes 100% we Okay. produce in Egypt. Okay. ودي فكرتها ان احنا عايزين نعمل براند مصري 100% production in Egypt. فمن اطباق لشوك ومعالق لتكستايلز later on we are thinking about kitchen machines but small kitchen appliances يعني. إبراهيم، اتكلمنا كتير عن التحديات، عايزين نتكلم شوية عن الفرص. ايه البلانز بتاعتك لشيفيلد الفترة الجاية وايه اللونج تيرم فيجن بتاعتك؟ احنا البلان بتاعنا ان احنا نروح في الجولف اريا، لان هي بومينج قوي في الفتره دي في اخر سنتين، بالذات السعوديه. وبالذات ان احنا بيجي لنا كلاينتس كتيره في الاول فيزيكال ستورز تقول لنا احنا محتاجين حد زيكم او كده بالكواليتي بتاعتكم. يعني وحاجه انتوا تانية دلوقتي بيجيلكوا اونلاين اوردرز من اونلاين، وبيجي لنا الدول ناس الخليجية. من العرب او كده اللي بيزوروا مصر. بيجي لنا ناس في سي اف سي بالذات وفي سيتي ستارز، بيجي لنا عايزين كذا وكذا وبنشحن لهم ساعات، فبيجي لنا اوردرز. فده البلان بتاعنا ان احنا يعني نروح في الجولف اريا.